ربات البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أشكركم شوية، كلمة أبوسكم وأخدكم في حضني لما بسمع كومنتاتكم وببقى طايرة في السماء وقلبي كله سعادة، وبدعي لكم دايما بجبران الخاطر. ربنا يكبر خاطركم ويسعد أيامكم ويروق بالكم ويحقق كل أمانيكم، اللهم آمين. بركة الجمعة في السماء عيد وفي الأرض عيد يا حبايب قلبي، بشكركم من قلبي. يلا بينا ندخل على الموضوع على طول. طبعا أنا ما بحبش أطول عليكم، بس ولكني صدقوني عندي لكم مشاعر فوق 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 الوصف. طيب مبدئيا بس معلش سامحوني. اللي كانت بتقولي انت بتصوري في اوضه النوم يا ميمو، حبيبتي والله دي مش اوضه النوم بتاعتي، دي اوضه بنتي اللي اتجوزت. يعني الاوضه دي على طول مفروشه كده، متجهزه كده، فيها المكتب هنا وفيها كل حاجه. بحب اقعد، وبعدين زي ما انتم شايفيني انا بتنقل مره على السفره مره في الانتريه مره هنا، انما اوضه النوم مش بصور فيها. يلا بينا نخش على الموضوع على طول. موضوعك ايه النهارده يا ميمو؟ النهارده هنتكلموا على الناس او البنت والشاب اللي لسه متجوزين جديد ومش عارفين يهيئوا نفسهم وداخلين الحياه كده بدون ترتيب، وده غلط. انا عايزه كل اتنين مخطوبين يا جماعه، فتره الخطوبه دي فتره مهمه جدا. بقول لكل بنت يا حبيبه قلبي، فتره الخطوبه دي مهمه قوي. دي فتره تهقيل، يعني تتكلمي في كل حاجه فيها. بلاش يبقى كل تفكيرنا احنا هنخرجوا فين، احنا هنروحوا فين، احنا هنعمل ايه، احنا هنجيبنا ايه، احنا زرنا مين ما زرناش مين. بلاش يبقى كل الدنيا تجري بيكي، سواء انت محدده سنه سواء انت محدده سنتين، ان هم يجروا بسرعه بدون هدف. يعني بدون ما انا لعبتي في شخصيته ولعب في شخصيتك وعرفتوا بعضكم. مين المدبر؟ مين اللي يقدر على تحمل المسؤوليه؟ هل هو بيحبك حب شخصي يعني لذاتك كله، ولا هو عشان عايز يتجوز وبس، ولا هو نفسه يبني بيت بشقاه وبتعبه، ولا ابوه وامه مساعدينه وكل حاجه عنده سهله، فعشان ما يبقاش بعد كده الدنيا سهل. خلي بالك وخدي بالك كويس قوي، اللي بيجي له حاجته سهله، يعني اب وام بيطبطبوا عليه كده، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اجيب لك يا حبيبي اعمل لك، بابا جاب له الشقه ومامته جابته ساعدته، اللي بيبقى من النوع ده قوي 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 بيبقى سهل قوي. يعني لو جات له موضوع ممكن يبيع البيعه، فمش مشكله ان هو ما تعبش، هو ما تعبش ان هو بيجهز حاجته بعرقه بجبينه، الكوبايه اللي جابها ببيته جابها بشقه وبتعب، لا الدنيا. فانت خلي بالك من النقطه دي شويه، ركزي. تمام. لما تيجي قبل ما تكون، انا بتكلم قبل ما تدخلي بيتك. تمام. لما تيجي تلاقي وانت بتتكلمي كده معاه، شوفيه كده دنيته ايه مع اخواته ومامته في البيت، اسلوبه سلوكه اخلاقه. دايما ايه، حاولي ان تتراقبي كل ده، لان ده هيعود عليك انت في الاخر. ماشي، هيعود عليك انت في الاخر. يعني لقيتيه كده هو اخلاق، مش بيحب يهينك، ما بيحبكيش يقول، مش يقول لك مثلا ايه ما تقومي تساعد في الخطوبه. خدي بالك من النقطه دي. قومي ساعدي، ما انت سايبه امي كده، مش قومي تساعديها، مش قومي تعملي لها. ماشي، المفروض ان هو ما يقولش طبعا كده. المفروض ان هو انت ضيفه، انت تحطي على راس، انت تعملي، مالكيش تعملي كده. انا عندي اخواتي بنات هم اللي يعملوا، دي حاجه ذوقيه منك ان كنت تقومي تعملي. هو برضه هيجربك يشوفك انت هل. لا والله، حتى لو هو قالك ما تقوميش تعملي حاجه، لا ما تقولي له لا عيب، انا ما انت ما انا او ما حدش طلب مني حاجه، بس انا ما ينفعش ان انا اقعد كده، انا ما تعودتش على كده. فدي تبقى حاجه منين جايه من نبعك انت بقى. يبقى انت عودتي نفسك انت بتساعدي، فاعملي حسابك ان انت لما تتجوزي برضه هتساعدي، او ان انت هيبقى يعني حابه ان انا عادي اقوم اشيل معاهم او احط معاهم. دي حاجه ذوقيه منك، خلاص محدش فرض عليكي حاجه. طيب لما نيجي نتكلم مع بعضنا بنشوف مين اذكى واحد فينا، مين قادر ان هو يقدر ان هو يمسك بيت. طب هو شاطر في الحته دي ولا انت اللي اشطر؟ طب هو يقدر يدبر ولا انت اللي احسن؟ شوفوا مين فيكم. مش مشكله يكون هو احسن منك في الحته دي، ومش مشكله ان انت تمسكي مصروف ويقول لك يعني انا هبقى كده مجرد، لا. لازم تتكلمي في كل الحاجات دي وتتكلمي في كل ده وانتوا قاعدين في الكافيه كده ولما تتجوزي
وتعرفي حدوده وتعرفي مرتبه وعرفتي دنيته وقال لك على كل حاجه، حاولي تتفقي معاه وتقولي له مين اللي هيمسك مصروف البيت، انا ولا انت؟ والله طبيعه شغله ما بيقدرش يروح سوق ولا يروح اسواق، وبيجي ورديات وعاوز يجي من شغله يخش ينام، فطبعا بالتالي هو مش هيمسك مصروف البيت، لان انت مهما هتقولي له هات وانت جاي وهات وانت جاي، انت هتتزاولي. يعني انت هتتزاولي، هتقولي طب انا يا ميمو كنت في البيت ما كنتش بجيب حاجه، بابا كان مهنني وبغددني و حبيبه قلبي، انا ما بقولكيش تتهاني ولا قلت لك اي حاجه، لكن احنا كستات لينا صنع في المشتريات عن الرجاله. ما بنكرش ان في رجاله احسن من الستات في الشراء وفي كل حاجه ومدببين وكل حاجه، بس صدقوني هو ده ممكن يكون تعب عليكي شويه، بس يعني عايزه اقول لك ان انت تقدري ان انت ترتبي امورك علشان يبقى بيتك كله مليان خزين وبيت ويبقى الدنيا بورقه وقلم. انت دلوقتي فاضيه دخلتي بيتك متسيستم وفيه خزين وفيه كل حاجه، طبعا خد من التل يختل هيفضى. تيجي بعد كده حضرتك هتقعدي تمسكي ورقه وقلم وتبداي تشوفي ايه اللي ناقص في بيتك، وتبداي تقولي خلاص السكر قرب يقل، الزيت قرب يقل، الخزين بقى يقل بقى يقل بقى يقل. طيب وانت كده ان شاء الله هتستسلمي نفسك انت وهو، والله ليه يوم اجازه تقدري تسوقي انت وهو، تروحوا سوبر ماركت وتبقوا معودين على نفسكم يوم اجازتكم تروحوا تتسوقوا تسويقه حلوه للبيت، وهو يبقى معاكي ويشيل معاكي زي الفل. يبقى انت خلي بالك. وعايزه اقول لك على حاجه كويسه قوي، انا عايزاكي تتعودي يبقى في مشاركه بينك وما بينه، لا عايزه الست ترميها على الراجل ولا الراجل يرميها على الست. سبب الطلاقات اللي بتحصل وسبب الناس اللي بيجي بعد مده فتره 13 سنه و15 سنه ترفع الرايه البيضاء وتقول لك خلاص انا قضيت، انا تعبت وعملت وسويت وطول عمري بشيل وبحط وبعمل في البيت و انت سبتي له فرصه وسبتي له مساحه فاضيه ان هو يبقى عنده وقت يقعد مع زمايله في بره، عنده وقت ان هو يخرج لوحده، عنده وقت هو مش متحمل مسؤوليه، حضرتك شلتيها كلها على دماغك، وبعد ما شلتي على دماغك واستحملتي السنين دي جايه تقولي جاي وانا قضيت. لا ما ينفعش. انا فبقول دلوقتي اللي احنا بنشوف الاخطاء بتاعتنا اللي وقعت من الناس اللي قبلنا، احنا المفروض نتعلمها وناخد منها عبره لبناتنا، للجيل اللي جاي، الجيل اللي جاي، علشان البيوت ما تتخربش بسرعه زي ما بنسمعه سنتين و3 او 5 او 10. كل ده يعني برضو حاجات محزنه. انا عندي مشاكل بجد محزنه. ليه؟ لان الست بتحب دايما، في بنات كده تبقى عايزه تبين نفسها ان هي ابو الرجاله، انا ب 100 راجل، انا بعمل وبخلي وبسوي والدنيا معايا زي الفل، انا اقدر اعمل واعمل، وبعد كده انت ما بتقدريش. ليه؟ لان كل ما العيال بتكبر وكل ما بتكبري انت اولا بتتعبي كجسمانيا، انت اولا نفسيتك بتتعب لانك نفسك تهتمي بنفسك فبتلاقيش وقتك، اتحملتي كل حاجه على نفسك وسبتي له المساحه ان هو براحتك. انت ما عليك تيجي تنام وتريح وتشرب شايك واكلك يتحضر، والحياه مش كده، الحياه تعاون. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعاون اهل بيته، ده مثال وقدوه لينا عليه افضل الصلاه والسلام. ف عايزين ان احنا نتفطم شويه، عايزين الامهات بتاعتنا تفطم ولادنا قبل ما بيتجوزوا، نفطمهم ونقعدوا معاهم. لسه ما حطيتيش لايك؟ ماشي على فكره والله العظيم 3. انا عارفاكم ان انتوا بتحبوني قوي قوي، وانا بحبكم قوي 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 قوي، بس انا يعني بص شوفوا اللي داخلين قد ايه الفيديو وشوفوا اللايكات قد ايه. لو كل واحد فيكم تك كده على لايك كده، علامه كده، اللي ما يعرفش لايك كده بيرفع الفيديو وبيخليني متحمسه وبيخلوني عايزه اكسر الدنيا علشانكم. فاما الكومنتات دي، فدي الحوار اللي داير ما بيني وما بينكم، ده الصوت بتاعكم اللي انا بسمعه. لو ما فيش كومنتات احس ان انا كنت قاعده في صحراء مش سامعه حد. فالكومنتات بتفرحني قوي، انا بقراها والله العظيم اكتر من كذا مره. اوعوا تفكروا في كومنت انا مش بقراه، ولو نسيت ارد ببقى انا عايزه في كومنتات مش عايزه ارد عليها كده جوه الكومنت، لا انا عايزه ارد عليها في فيديو، محتاجه مني رد، فاهميني؟
فربنا يسعد قلوبكم يا رب، وتسعدوني دايما باشتراكاتكم وباللايكات بتاعتكم. طيب نخش تاني على الموضوع. طيب ايه يا ميمو تاني؟ طب نعمله ايه؟ حبيبه قلبي، زي ما انا قلت لك بالظبط، هو الاعتدال، انك تكوني معتدله في كل تصرفاتك مع جوزك في بيتك اول فتره الجواز. يعني المهم ان انت تكوني في تفاهم. جواز يعني تفاهم، جواز يعني رحمه وموده وتعاون، جواز يعني اعرف الانسان ده يستحقني ولا لا من الخطوبه مش من الجواز. ليه؟ لان ساعات احنا بنعدوا فتره الخطوبه، عارفين ايه يعني، ممكن يكون في عيوب قدامنا بس احنا بنسكنها بكبسوله كوتوفان. عارفه انت لما يكون في نبح بسيط في ضرسك كده، فيقول لك ايه، الحقي خدي لك واحده كوتوفان هتخفي دلوقتي، ماشي، رغم ان انت تعبانه وضرسك محتاج تروحي الدكتور. يعني بدل ما تحبي تديه مسكن يتعب معدتك، وهو اصلا عايز تروحي الدكتور، عايز يتحشى او يتخلع. فاحنا بنعمل كده في الخطوبه. بتاخدي مسكن ليه حضرتك؟ يعني هو ضرسك رايح في داهيه، اخلعيه. يعني وديه في 60 داهيه، ليه ترتبطي بيه؟ بتسكني بيه في الخطوبه ليه؟ يعني عيوب واضحه قدامك، انت بتسكنيها ليه؟ مين اللي يقول لك اصبري بكره يبقى كويس؟ ما تسمعيش كلام حد يقول لك بكره يبقى كويس. لو هو اناني مش هيبقى كويس، لو هو بيهين مش هيبقى كويس، لو هو فيه اطباع مش كويسه مش هيبقى كويس. الخطوبه لازم نكونوا عندنا تأني. التأني السلامه، وفي العجله الندامه. تأني في الشخص اللي قدامك، حمول، صبور، حنين، كريم، صاحب مسؤوليه. ينفع يكون اب لاولادي، ينفع يكون جوزي اتسند عليه. يا جماعه الجواز مش بالسهل، والجواز مش كلمه ان انا واحده خايفه لابور وامي عايزه مستعجله عليا وعايزه تجوزني عشان ابقى في بيتي وخلاص. يا جماعه الجواز مش كده. الناس الامهات الخايبه اللي انا بسميها امهات خايبه، اللي بتقعد اول ما يجي عايز اخلصي بقى يا بنتي، وانت كل شويه هتقولي لا، كل شويه بتقولي لا، ما تخلصيني يا بنتي، حرام عليكي، ماله مش راجل مش كسيب بيكسب. يا جماعه يا امي بلاش تقولي لبنتك كده، بلاش تقولي كده. انت عايزه دلوقتي تزحيها من قدام منك، وبعد كده عايزه تخش لك بشنطه هدومها وبعيلها سنه ولا سنتين، جايبه لك عيل، والعيل متحتم عليه ان هو يعيش مفرق بين الاب وبين الام. ما توحدي الله وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلوا عليه، صلوا على الحبيب، قلبك يطيب. يا جماعه اللهم صل وبارك عليك يا سيدنا يا حبيبي يا رسول الله. احنا دلوقتي بنعمل اخطاء في نفسنا وفي اولادنا، وبنرجعوا نحزنوا ونشيلوا الهم والطين ونقولوا يا ريت اللي جرى مكان. ليه؟ لان الامهات النهارده، في امهات يعني ربنا يا رب يعني يحننا، امهات بلاقي الامهات ساعات اللي هي عندها مش عارفه، مش يعني استغفر الله العظيم، مش دي الام. في امهات كده غريبه الشكل، في امهات كده تحب تكسر عيالها، في امهات كده تحب تجرح في اولادها، في امهات كده معرفش عندها كده في توفان في دماغتها. إيه معرفش، عايزه اقول لها ركزي في عيالك شويه، خافي على عيالك شويه. إيه، انت ام عطاء، انت ام، وكنت زيها في يوم من الايام. واسكتي انت عانيتي مع جوزك، ازاي بتهون عليك انك تحطي بنتك في غلب وتحطيها وعايزه تبدعيها وخلاص، وعايزه يلا خلاصي، يلا خلاصي. هو ايه بس هي الفكره ان تخلصي؟ هو عدد في الليمون ان انت جوزتي ولادك وخلاص؟ يا ستي عقلي واهدي شويه وفكري في البني ادم اللي هياخد بنتك، هو حاله ايه؟ حاله نفسيا ايه؟ يا جماعه احنا العيب بتاعنا دلوقتي ان احنا مش بندرس نفسيه بعضنا، وده اللي احنا بنقع فيه. يعني بيبقى في بني ادم طبعه اناني، بيحب نفسه، بيبان عليه. هتقولي لي مش باين عليه؟ لا كان باين عليه، كان باين عليه. وهو لما بيجي يعيد بيجيب لبس لنفسه، كان باين عليه لما بيشتري حاجه ولا جايب ساعه يقول لك ايه رايك في الساعه اللي جبتها دي، ايه رايك فيها، وانت تقولي ايه حلوه جميله حلوه، بس هو يعني ما افتكركيش بفردة شراب. اعرفي ده كل ده بيتحسب. لما تلاقيه مثلا عايزك تكلميه وعمره ما شحلك مره، يعني عمرك ما سالكيش ان انت مثلا انت قاعده في البيت وما بتشتغليش، طب معاكي فلوس تشحني تكلميني؟
طب انا بطلب منك ان انت ما كلمتينيش ليه؟ انت كلمتيني النهارده، انت عملتيني، وعمال تتحكم وعمال تتقبط عليها وعمال تنطر فيها على ايه؟ المفروض ان انت لا لا، مش هو مش فرض، بس دي حاجه ذوقيا منك علشان يبقى معاكي مكالمه تكلميني بيها. دي حاجات بسيطه بتحصل في الخطوبه. كل دوت انا بكلمكم ليه قبل ما بخش الحياه، ان الحياه الزوجيه حياه مليانه مغامرات، يعني مليانه. انا مش هتجمل قدامك وانت مش هتتجمل قدامي، احنا مش هنتجملوا على بعضنا. احنا دخلنا حياه، عايزين بقى يلا بقى ايه، يلا بقى نبني حياه. طيب حبيبتي، اولا انت هتشوفي طبع خطيبك نضيف منظم، بيحب النظافه، بيحب بيته. بلاش تقعدي على المسلسلات وتقعدي على التليفونات والوقت بيتسرق من ايديكي وتقولي انا مش بلحق، انا مش بقدر، انا خموله، انا مش بقدر. الخمول والكسل اللي انت فيه من كترة قعدة قدام التلفزيون والتليفون، اكتر حاجتين بيخلوا الجسم، صدقيني، عارفه كده زي ما اقول لك ايه، يعني مفيش اي نشاط، حاجه كده بخدمه جسمك. انما لو قمتي ابتديتي وطفيتي التليفون، حطيتيه في شاحن والتلفزيون ولعتي، حتى لو ولعتي التلفزيون على حاجه كده مسليه، ان ما انت مش مرتبطه بيها يعني، فاهماني؟ او ولعتي راديو كده على اذكار وعلى حاجات حلوه، وقمتي كده حطيتي عود بخور كده وبداتي تروقي بيتك. وعشان يبقى بيتك نضيف، ونصيحتي مني ليكي بنتي الحبيبه واختي الصغيره، تخلصي دايما من كل الكركبه اللي في بيتك. دايما يكون ذهنك ما فيهوش كركبه، وبيتك ما فيهوش كركبه، واوضتك ما فيهاش كركبه، مطبخك ما فيهوش كركبه، حمامك ما فيهوش كركبه. دايما اجعلي في كل ركن في بيتك مجرد حته تحفه عايزه تشوفيها. بلاش تخشي المطبخ عندك تلاقي كركبه، المطبخ بيطردك بره، الحمام يطلعك بره، اوضه النوم تطلعك بره. ليه؟ انا مش شايفه حاجه مهندمه، هقعد فيها ازاي؟ يعني لو الاوضه اللي انا قاعده فيها دي دلوقتي حاليا بكلمكم منها لا مبهدله، هقعد اصور فيها؟ لا، مع اني والله بيتي بابا نضيف، بس انا بغير. انما انا بحب كده، احب وانا ماشيه في بيتي كل ما ابص كده الانتري جميل. ولما الاقي حاجه مطربه، طول ما انا قاعده بفكر فيها. تلاجتي مش نضيفه عايزه تترتب، شغلاني ماشي. الحمام، لا بقالي يوم ما عملتهوش، ازاي؟ تاني يوم، امبارح بالليل والله ده حصل، كانت الساعه كانت حوالي 11 بالليل، دخلت مسكت الحمام وخدت الشاور بتاعي. قد ايه كل شويه عايزه اخش الحمام، ايه، اجيب المش، طب اجيب، عايزه ادخل، عايزه كل شويه اخش الحمام اشوف. عملت اوضتي في دولابي، عايزه كل شويه افتح الدولاب. كل دي حاجات بتحفزك ان انت تقعدي في مكان نضيف. انما ايه اللي بيخلي جوزي يبقى متضايق؟ ايه اللي بيخليني انا ابقى كمان مش قادره؟ المكان مش نضيف، مكركب، معصبك. طب لو حتى انا مش قادره اعمل حاجه بس بيتي نضيف، ممكن يخليكي تمسكي كتاب وتقعدي تقري فيه، افتح الكتاب اقرا فيه، اكتب حاجه، اعمل حاجه. ليه؟ المكان اللي حواليا مديني الاتساع ان انا اعمل ده، ماشي. انما لو مش نضيف، صدقيني حتى لو انا مش هقوم اعمل حاجه، مش هقدر اقرا حاجه ولا اقدر اعمل فيه حاجه. فالكسل بيجي من تضييع الوقت اللي راح منك طول النهار، الوقت اتسرق من تحت ايديكي. الناس دلوقتي اللي هي بتقعد تقول لك بص، تقعد تتفرج على البيوت، بص البيوت، هذه البيوت الواحد تتعمل فيها، بيتنا ده نعمل فيه ايه؟ هو بيتنا ده يستاهل يتعمل فيه حاجه؟ وتحسي انك قفلتي، خلاص قفلتي ليه؟ قفلت ان انا مش متضايقه، انا بيتي. لا، انت تقدري تعملي من بيتك لو اوضه والله العظيم 3، لو اوضه وصاله هتخليها جنه، بحاجه زرعيه حلوه، بطقم السرير نضيف زي القشطه، حفصه تغسليها تخليها جميله، كسوه كنب. النهارده في اماكن بتبيع بياضات ب 130 جنيه. عارفين البياضات بتاعت زمان اللي فيها ورد بلدي متخيطه كده فيها ايتامين؟ والله العظيم انا ما شفتها فرحت، تمام. وعليها المناديل اللي بتتحط على الكسوه، حاجات بسيطه. هقول لكم شبه ايه؟ شبه فين الافلام التركي
انا ما بفرجش على تمثيليات تركي والله. بس لما بيجي يعني الاقي لو مثلا بنتي مشغله، عيني تطلع على البياضات بتاعتهم اللي هي الابيض، اغلب فرشهم ابيض، والورد احمر، احمر احمر دم غزال، والفروع اللي هي متقيتامين كده بالخيط الاخضر، تحس البياضه كده. يا سلام لو جبت لك طقم ده وحطيتيه على الكنبه بتاعتك كده، والدباعين كده عليهم المنديلين، يا سلام عليكي. طيب ايه ميمو، انت بتخرجينا من لا انا بفتح نفسكم، يعني بوريكم ان انت ممكن تزيني بيتك باقل الحاجات. طبعا مش عايزه انسى برضو تنظيمك لداخلياتك اللي هي المصروف البيت. ان انت من اول ما تعودي جوزك ان احنا هناكله كذا وكذا وكذا. جوزك بيحب الاكل، لا معلش انا ما اقدرش اصرف كله في اكل وفي شرب، انا بنظم مصروفي، بحط مصروفي على كذا حاجه. يعني عملتي جزء بعمل بيه كذا، عملت جزء الكذا، وعملت جزء الكذا، وعملت جزء الكذا، فنطتي نفسك على كذا حاجه، وكتبتي في كل حاجه استيكر كده، وقلت له انا مش بعمل كله للاكل يا فلان، انا لازم انظم علشان حياتنا تمشي. جوزك مثلا حاليا دخله مثلا 4000 جنيه، مش هضيع ال 4000 جنيه انا افكر في اكله وكل حياتي اكل وشرب، لا لازم نخله. وعودي ان احنا ما نخبطش على جار، نقول له معلش مفيش 200 جنيه سلف. احنا اغلبيتنا دلوقتي بنقعدوا في اماكن ممكن جارك ما يعرفش عنك حاجه، فلازم اعوده واعود نفسي معاه. ولو انت شاطره في الحته دي، امسكي ودبري انت البيت، وامسكي انت المصروف. طالما هتديري البيت كله مش هتخلي البيت ناقصه حاجه، دايما خلي حتى لو هو حابب ان يبقى الفلوس تبقى في ايده عشان يعرف يتحرك، لا قول له انت هتاخد جزء من مصروفك الشخصي وهتسيب لي انا الدنيا اعمل كذا. بس دايما تتفقي معاه على حاجه. فاول ما تتجوزوا كده، ويا ريت يبقى في الخطوبه كل ده كمان، خلي بالكم نفسي يبقى في الخطوبه اكتر. تقولي له لما ربنا يعني يحنن عليك في حوافز، في حاجه كده، منحه، اي حاجه تعرفني بيها. ليه؟ انا بجاهد مع نفسي وبحط ده الحمه في ده، فببقى انا يعني نفسي في حته حافز. انت بتدخلي لما تيجي تقول لي ايه، والله صرفوا لنا 1000 جنيه، انت ما تعرفش ال 1000 جنيه دي هتفرج علينا كلنا، هنقسموها علينا كلنا. انت هتاخد 300 في جيبك، وانا هحط 300 في بيتي، ماشي، حاجات ناقصاني في البيت، وهحط كمان 300 على جنب. وبعد كده 100 جنيه ان شاء الله جبت عملت صينيه كيكايه كده ولا تورتايه ب 100 جنيه، وعملت حاجه حلوه كده بسكوت باليانسون بال 100 جنيه، قسمناهم على نفسنا، كل البيت فرح وانا فرحت وانت كمان فرحت، معاك 300 جنيه في ايدك. فيا ريت نبقى متعودين كل قرش بيدخل زياده نتفق مع بعضنا ان احنا نبل ريق بعض. مش انت يجيلك الحافز تحطه في جيبك تصرفه مع نفسك، وانا قاعده عماله ماسكه ال4000 ولا كانوا بقى 3 صافين في ايدي، عماله ادعي ربنا يجعل فيهم البركه واجيبهم من هنا، وعماله خايفه على الجنيه وخايفه على ال5 جنيه، وانت ربنا كرمك ب1000 جنيه، فكها عليا، فكها عليا وخش بحاجه حلوه كده. هات كده ب50 جنيه فاكهه كده 2 كيلو جوافه وانت داخل، 2 كيلو عنب وانت داخل ب50 جنيه. وقول لي مثلا ربنا كرم النهارده، خدي اعملي كذا، زودي انت ماشيها على القد يا حبيبتي، ابسطينا وهات لنا حته فرخه وعملنا حبه محشي، ربنا فرجها. ما كناش بنخرجوا وماله، اما خرج ولادي ب 200 جنيه، اشربهم حاجه كده حلوه كده وانا ماشيه على البحر كده، كوزين ذره، شويه كنزات، ايس كريم من عند ام عزه الواحده ب20 جنيه، جبت 5 ب100 جنيه، زي الفل زي الفل. ده ربنا هيكرمك احلى كرم. فكل الحاجات دي جبران خاطر. اما الاب القاسي، الاب القاسي ده حسابه عند ربنا، ده حسابه عند ربنا، ده حسابه عند ربنا، لان ربنا وصاه وقال له كل راعي مسؤول عن ايه؟ رعيته. اداك ربنا امانه، ده اداك احلى نعمه في الحياه، اداك ولاد صبيان وبنات، واداك ست جميله، واداك بيت حلو، محافظلك على كل ده. مهمتك انك تسعدهم، بتشتغل وتسعدهم،
تشتغل وتبسطهم، وتشتغل وتطبطب عليهم. انت بتعمل بكلام ربنا، طب ما عملتش بكلام ربنا يا عم خد نصيبك من ربنا، مش هتاخده مني. انا مش هعاملك بمعاملتك، ومش هقصر في بيتي، لان انا ليا حساب. انا كمان انا ليا دفتر متشلي. طبعا الاخت اللي بتكلمني وبتقول لي ان ولادي طالعين يعني هو قاسي، وكمان حتى ولادي اللي بعمل عشانهم كل حاجه وبضحي عشانهم في كل حاجه وبعمل كل حاجه طالعين كمان قاسيين. دي حاجه زي ما قلت لك، هو اكيد هو مش قاسي من يوم وليله، بس انت اللي ما كنتش بتعدي اخطاء بتعدي. وده عيبنا ان احنا بنقول ايه، معلش نعيش ومعلش نعدي، بنعدي في غلط. احنا مش بنعالجه الغلط. فاهميني ازاي؟ شايفين الاخطاء بتقع فين؟ وبالتالي اي عيل يعني بيتولد بيشوف اب بيزعق بيعمل بيسوي، فهو العيل هو مش طالع غبي، هو اخد من الطاقه اللي في البيت، خد من الطبع اللي في البيت، شاف ابوه بيعمل ايه، فبدا طبعا بالذات في الصبيان كمان بيبدا ياخدوا يتقمصوا دور ابوهم بطريقته بشكله باطباعه بكله. فحاولي انت على قد ما تقدري برضو العيل انت ما تفاجئتيش هوب لما كبر، اكيد كان ليه تراكمات وهو صغير. لما تلاقي عيلك كده وتلاقي العيل فيه اخطاء كده، حاولي ان انت دايما تجيبي له قصص توعيه عن بر الوالدين وعن كده، وما تاخدش من طبع كده، وبابا طبيعته كده احنا ما نعملوش زيه، احنا لازم وما تقسوش على باباه، ولا اوعي تقسيه وتقولوا بابا مش عارفه ايه ده بس غبي ما تعملش زيه ابوك غبي. لا، ما تعمليش غلط بغلط عشان ما يكبرش ويبقى هو عاق بابوه، ما هو كده مش هياخد خير. فانت ما تخلوش يبقى عاق لا الاب ولا الام، بس انت حاولي تعرفيه ان لما يكون فينا، حتى انا لو طبعي فيا حاجه وحشه ما تاخدش منها، خد الاحسن، انا بعلمك الاحسن، وافضلي احتويه، وافضلي اتكلمي معاه بطريقه حلوه، ابعديه عن جو البيت شويه، دايما دي في حتت يسمع منها حاجات كويسه. يا سلام يا سلام لو خليتيه كمان ياخد دروس علم كده، يعني شيوخنا جمال جدا، وفي حاجات بتظهر كده حوالينا، وفي كده مجلس علم ودروس علم. العيل تقدري ان انت عارفه انت تغيري تغسلي كده اللي فيه، اخده بالك انت، علشان يخليه يغير كل الحاجات الوحشه اللي شافها واللي سمعها واللي اتعود عليها. وربنا يا رب يهدي لكم ولادكم واجوازكم، اللهم امين يا رب. ان شاء الله هتكلم في موضوع كل المواضيع اللي انتم مكلميني فيها من العين دي والعين دي، انا مش فايتني حاجه ابدا ابدا ابدا. ربنا يخليكم ليا ولا يحرمني منكم يا رب يا رب، ودايما اكون عند حسن ظنكم. اشوفكم الفيديو الجاي مع فنجان قهوه مع ميمو. باي باي.